السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل ان شاء الله مع بعض جاتو شاتو او كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة الاقتصادي جدا اللي هنعمله في البيت مع بعض. عملناها كتير جدا جدا، عملتها على القناة الاولانية مرتين وعملتها على القناة مرة ديت الجديدة، ودي تاني مرة هيت، وكل مرة بتذوق مختلف وكل مرة بطريقة مختلفة، وهنعملها كتير جدا برضو مع بعض. تعالوا يلا مع بعضينا نشوف عملناها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله ونبدأ وصفتنا بالصلاة والسلام على رسول الله. أنا هنا معايا مجين كبار جدا، زي ما انتوا شايفينهم كده، كوباية كبيرة هحط عليها كوباية إلا ربع، يعني كوبايتين إلا ربع دقيق، والربع دوت هكمله نشا. أيوة، المرة دي الطريقة المختلفة بتاعتنا إن أنا هنزود 3-4 معالق نشا، يعني الكوبايتين ننقص منهم 3-4 معالق، نحط بدلهم نشا، معاهم باكو كيك شيف، معاهم ذرة ملح. هندخل كل المكونات ديت عندنا في قلب المنخل كده ونسيبهم. وهنا انا حطيت المج الكبير دوت لبن، وحطيت عليه نص كوباية زيت، وهنحط عليه 4-5 معالق كاكاو، ومعايا معلقة قهوة سريعة الذوبان اللي هي النسكافيه. وهنضرب كل المكونات ديت كويس جدا في شفشق الخلاط عشان احصل على صوص شوكولاتة جميل جدا ومتجانس. وكان معانا برضو كوباية الا ربع لبن، و3/4 كوباية سكر. يعني انا مش فاكرة انا قلت كل المكونات دي ولا لا، يعني كوباية لبن، كوباية الا ربع زيت او نص كوباية زيت، وكوباية الا ربع سكر، ونص كوباية الزيت، ومعايا 3-4 معالق كبار كاكاو لحد ما احصل على اللون دوت، وادمجهم على بعض لحد ما يديني صوص الشوكولاتة المحترم الغامق دوت. التخين ولا تخين قوي ولا خفيف قوي. هنقص املى المج اللي انا عايرت بيه، هملاه بره واحطه على جنب. وهنا الكيكه بتاعتي دي كانت لارج كبيره، ما استعملتش فيها غير بيضتين، حطيت بيضتين تاني في شفشق الخلاط، وحطيت فانيليا سايله او ظرفين فانيليا بودر اللي يعجبك، ومعلقه خل، وضربت كل المكونات دي ونزلت بيهم في الطبق. وهبتدي بقى اخد المنخل بتاعي كده وابتدي احط الدقيق حبه بحبه واقلب، تختفي الدقيق ارجع احط تاني حبه بحبه واقلب. كل اللي انا بقوله دوت وكل الوصف، يعني الخطوات دي هي اللي بتنجح الكيك. يعني كل ما انت يعني يعني بتعتني بخطواتك كويس وبتعملي اللي انا بقولك عليه، الكيك بتاعك ده عمره ما هيفشل منك. بسم الله ما شاء الله، الحمد لله الحمد لله والشكر لله. انا بقالي سنين بعمل الكيك، يعني كل اللي بعايره بس هي المقادير السايله يا جماعه. وبعد كده الدقيق حسب ما انت بتشوفيه في ايديكي. هنا بقى خلاص بنجيب الصينيه بتاعتنا زي ما انتوا شايفينها كده، بسم الله ما شاء الله، واسعه جدا وكبيره. هغلفها بالسمن كويس وارشها رشه دقيق، وبعد كده هنزل بالخليط، وكون مولعه الفرن من وانا شغاله، ومعايا عود ستيكس كده بحاول ادمج الخليط فيه علشان اي فقاعات هوا ولا حاجه تطلع منها. وخلاص هدخلها. هنا بقى انا برضو الفيديو ده فيه شويه حاجات كده يعني تفويته مني. انا كنت نفسي احط الشوكليت شيبس ده من جوه العجين وانا بدمجه، نسيته ورحت قلت احطه على الوش. ما يجراش حاجه، برضو انت عايزه تحطيه كده كان بها، عايزه تحطيه على الوش زي ما انا عملت، بس انا اصلا هرجع واحط على الوش تاني وهتشوفوا ازاي. مش عايزة تحطيه خالص خلاص، يعني دي ليكي فيها حرية الاختيار. ساعات يبقى عندي شوية بندق بحب اجرشهم واحطهم، برضو بيخلوا طعم الكيكة حاجة تانية خالص. تمام. هنا بقى عايزة اقول لكم في مقطع هنا فات، اللي هو بس ان انا لما سويت الكيكة وطلعتها وقلبتها على الصينية بتاعتي دي بس، وجبت بقى كوباية الصوص الشوكولاتة او النوتيلا اللي احنا عملناها الاقتصادية اللي على جنب دي،
رحت سقياها من على الوش، وجبت الشوكليت شيبس ورحت ايه مزوقه. كنت عايزه اكتفي بيها كده، وكانت رقيقه وشكلها حلو وعجبني، بس برضو هنعملها بشكل حلو. لقيت يعني زوجي بيقول لي حطي لي فيها جوز الهند، انا بحبها بجوز الهند. طب يا عم والله ما زعلك، بس طبعا عشان كنت بصور قلت نعمل ليها شكل كده جميل، اجتهادي كده من وانا واقفه، وهو زي بنحاول نعمل اي حاجة يعني جديدة. ايه رأيكم بقى؟ بصوا الشكل روعة تحفة. عايزة اقول لكم طعمها كمان كان خيال. الكيكة كانت طرية جدا جدا، هشة قوي قوي قوي. في هنا ملحوظة نسيت اقول لكم عليها، انا بعد ما دمجت المكونات في نص كوباية مية مغلية برضو ما ظهرتش، معلش معلش والله، بتحصل مع اكبر الشيفات وبتحصل لنا ساعات، بننسى نفتح الكاميرا ويعني ونتفاجئ ان احنا ما كناش فاتحين في اللقطة دي. دوبتها في قلب العجينة كده وقلبتها علشان تديني زي الفادج كيك. بيديني دوت طراوة للعجين حلوة جدا جدا جدا. نص كوباية المية المغلية دي، وادي النتيجة قدامكم، روعة في منتهى الجمال. يلا جربوها وانتظروني ان شاء الله في احلى الوصفات.